عسلامة ومرحبا بكم في قناة المطبخ التونسي بإيطاليا لا كوتشينا تونيزينا إيطاليا. اليوم باش نعمل معاكم روز بالفاكهة ما شاء الله، نودكم ولا نشهيكم وبالحم العلوش. ونبداو تويكا بالمكونات. عندي كيف ما هكايا خذيت رطيل اللحم كيف ما هكا، اللحم علوش. خذيت معاه بصلة صغيرة قصيتها كيف ما هكا، قصيت كعيبة سفنارية، شويه كلافس كيف ما هكا. خذيت بصله خليتها صحيحه وشويه كلافس وكعبس فناريا صحاح. هذوما باش نحطهم في البرودو، باش نحط معاهم زاده شويه كركم وفلفل اكحل وملح. باش نحط زاده في البرودو شويه قليل وشويه وريقتين رند وثلاثه كعيبات هيل وثلاثه كعيبات عود قرنفل وعود متاع قرفه. هذوما الكل باش نحطهم في البرود ويطيبوا. والروز متاعي كيف ما هكا خذيت رطيل روز كيف ما هكا، باش نغسلوا بالباهي لنا نحيلوا الغبره متاعو كليكا. ومن بعد باش نفوروا المره ذي، باش نعملوا على طريقه واحده اخرى باش نفوروا تفوير الروز ونوريهولكم ان شاء الله. من بعد خذيت معاهم كيما هكا الفاكهه، خذيت شويه زوزة هكا، شويه لوز، شويه قفريوه، وخذيت كيف ما هكايا شويه زبيب، شويه ابيض وشويه اكحل كيف ما هكا زبيب. وهذه هكايا طريقه التحضير. ناخذ شويه زيت نحطه كيف ما هكايا في المقفول متاعي، ما نحطش برشا زيت، كيف ما هكا يكفي. نحط معاه البصل متاعي كيف ما هكا، البصل المقصوص خليه كيف ما هكا لحظة مش برشا. ومن بعد نحط طروف اللحم متاعي نقليهم شوية. بعد ما قليت اللحم متاعي شوية وبرا كيف ما هكا مش برشا، زدت عليه شوية سفناريا وشوية كلافس، نحركهم هكا شوية معاهم. وتوا نزيد عليهم لفحات هذوما، شوية كركم وشوية فلفل اكحل وشوية ملح كيف ما هكا. باش نزيد عليهم كيف ما هكا سنتين ثوم مكسرين وزوز جرينات فلفل حارين حمر باش يبدل المطعم تاع البرودو، يجي الروز موزز شويه. وتويكا باش نصب عليه الماء سخون، البرودو بتاعي باش نصب عليه الماء سخون كيف ما هكا. نعوم على اللحم بالباهي كيف ما هكا بالماء سخون. ونزيد نحط عليه الراس البصل والكعبس فناريا وشويه الكلافس اللي حضرتهم قبيله باش نهبطهم في البرودو كيف ما هكا. ونزيد نحط معاهم طرفه الكليل والكنال والوريقتين الرند. ونزيد عليهم كيف ما هكا كعيبتين العود هذوما اللي حطيتهم والكعيبتهم الهيل نحطهم هكا في البرودو متاعي. ونخليه يطيب على نار متوسطة كيف ما هكا. الروز متاعي كيف ما هكا غسلته 3 مرات لين الماء متاعو والا صافي كيف ما هكا. توا نصفيه ونخليه ينشح شويه. وناخذه لهنا باش نقليو شويه الفاكهه متاعنا في شويه زيت وزبده. حطيت شويه زيت مع الزبده باش ما تتحرقليش الزبده. نقليهم الكل مع بعضهم. ناخذ من اللون بالكل نحط كيف ما هكا اللوز كيف ما هكا نحطه هو من اللون. نحط معاه شويه بوفريوه كيف ما هكا. نقليهم شويه هما زوز شويه تونه من اللون هكا من بعضهم. من بعد نزيد عليهم شويه زوزه كيف ما هكا. هذوما الكل راني انا حمرتهم شويه في الفور قبل، معناها مش لازم باش نخليهم برشا يتقلوا هكا على النار، خاطر ديجا انا حمرتهم في الفور شويه وبرا. نعملهم هكا بالزبده شويه وبرا كيف ما هكا. بعد ما قليتهم شويه حكايه درجه كيكه في الزبده باش نزيد عليهم شويه طفيت الغاز وباش نزيد عليهم شويه زبيب كيف ما هكا. الغاز ديجا مطفي. هذا الروز متاعي بعد ما غسلته بالباهي وسكرته من الماء باش نحط فيه شويه زيت زيتونه
كيف ما هكا باش نخلطه بشويه زيت زيتونه كما هكا، مش برشا، شويه وبرا باش ما يجيني من بعد كعبه كعبه. شويه زيت زيتونه كيف ما هكا نخلطه بيه ونحطه يفور. وكيف ما هكا حطيته تويكا يفور على البرود متاعي، ويفور حكايه نصيف ساعه كيكه، ومن بعديك نبدا نصبله في المرقه بشويه بشويه لين يطيب. وهذا الروز متاعي بعد ما فورته تفويره اولى حكايه نصيف ساعه، ناخذ البرودو متاعي كيف ما هكا ونملقو هكا بالبرودو بالباهي بالباهي. ناخذه هكا نخليه يتشرب شويه ومن بعد نرجعه يفور. ولهنا الروز متاعي بعد ما خليته حكايه 3 دقائق هكايا نشح شرب المرقه متاعو باش نرجعه يفور مره اخرى. وتويكا هذه التفويره الثانيه باش نزيد نعاود نحط له شويه مرقه كيف ما هكا من جديد، ما نحطلوش برشا برشا المره هذه، شويه وبرا خاطر بريسك قريب يطيب. شويه مرقه كيف ما هكا ونخلطه ونعاود نرجعه يفور. ما شاء الله الروز متاعنا حضر. بعد ما كمل فور التفويره الثانيه زدت حطيت عليه شويه الصوص اللي بقات مع اللحم وخليته نشح شويه، ومن بعد حطيته كيف ما هكايا وزينته باللحم والفاكهه. ما شاء الله وزبيب، تاكلوا بالشفاء ان شاء الله. جربوها على طريقتي وما تندموش. أصحين كيف ما هكا روز ما شاء الله، بنة عالمية وريحة ما نحكي لكمش ما شاء الله. جربوه كيف ما هكا، رحمولي على والدي ان شاء الله.